صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض كده وصفة سهلة وسريعة في نفس الوقت. لو لقيتي نفسك كده ما عندكيش عيش في البيت، تعالي معايا واحنا نعمل مع بعض شوية عيش حلوين قوي بجد. فايته كتير اللي ما جربش الطريقة بتاعت النهاردة. هنعمل مع بعض شوية عيش باللبن انما حكاية. يلا بينا بقى نشوف مكوناتنا عبارة عن ايه. اول حاجة معايا 4 كوبايات من الدقيق، ومعايا 3 معالق من السكر. انا بحب العيش بتاعي يكون مسكر شوية. ومعايا كمان معلقتين من الزبدة البلدي مسيحاها كده بس تكون دافية مش سخنة. ومعايا ظرف من الخميرة الفورية حوالي 10 جرام. ومعايا كمان معلقة كده من الملح، معلقة صغيرة. ومعايا كمان بقى بطل الوصفة بتاعتنا النهاردة اللي هو اللبن. معايا كوبايتين من اللبن الدافي. طبعا ما ننساش ان احنا هنا مستعملين كوباية واحدة في معيار العجينة بتاعتنا. احنا بنبسط على نفسنا كده ان احنا نستعمل كوباية واحدة في كل المكونات. يلا بينا بقى نعمل مع بعض العجينة بتاعتنا. اخدت هنا حوالي 4 معالق من الدقيق، عليهم السكر والخميرة، وهحط كمان اللبن معاهم، ونقلبهم كده مع بعض لغاية لما يدوبوا كده، ونسيبهم بقى على جنب في مكان دافي يتخمروا شوية كده لمدة 10 دقايق. هجيب بقى الدقيق بتاعي هنا، وهجيب الزبدة بتاعتي والملح، هحط الاتنين على الدقيق ونقلبهم كويس قوي كده لغاية لما نغلف كل الدقيق كده بالزبدة. زي ما انتوا شايفين كده بقلبهم بإيدي زي لما بنبس الكحك كده بالسمنة. ده كده شكل الدقيق بعد ما غلفناه بالزبدة كلها. ده كده شكل العجينة بتاعتي اللي احنا حطيناها تتخمر على جنب. اتأكدت ان الخميرة شغالة عشان ما تبوظليش الوصفة بتاعتي والمكونات كلها. هكمل بقى واحط بقية الدقيق ونعجن بقى العجين بتاعنا. هقلبه كده ونشوف اذا كان الدقيق بتاعنا محتاج مية او سوائل. ممكن نزود بس ما نحطش كتير، نحط معلقة معلقة، بحيث ان احنا ما نحطش كمية سوائل تطلع كتيرة على العجين بتاعنا. انا هنا العجينة بتاعتي احتاجت شوية سوائل، فجبت نص كوباية مية استعملتها على فترات. إيه كانت الكمية اللي انا استعملتها تقريبا نص نص الكمية اللي انا استعملتها، حوالي ربع كوباية مية. ابتديت بقى اعجن كده على الكاونتر بتاعي زي ما انتوا شايفين لغاية لما العجينة نعمت معايا. وده كده بقى شكلها. هجيب بقى الطبق بتاعي اللي هخمر فيه العجينة، ادهنه شوية زيت واغلف العجينة كده بيه. بعد كده هحط بقى كريم فيل عليها واروح اشيلها في الفرن بتاعي كنت مدفياه. ممكن نحطها في اي مكان ضلمة يكون دافي، واسيب كده العجينة تتخمر. طبعا احنا هنا في الشتاء دلوقتي العجينة بتاخد وقت أطول في التخمير. هسيبها حوالي ساعة ساعة وربع كده عقبال ما يتضاعف حجمها. وده كده شكل العجينة بعد ما اختمرت معايا وحجمها زاد معانا. هجيب بقى شوية دقيق كده على الكاونتر بتاعي أو الرخامة اللي أنا شغالة عليها. هاخد كده كميات متساوية من العجين على حسب ما انت عايزة حجم العيش بتاعك كبير أو صغير. أنا خليته هنا حجم وسط، مش كبير قوي مش صغير قوي. هفردها كده واغلف العجينة بالدقيق بالراحة كده، بحيث ان احنا ما نفردهاش ونرقق العجينة قوي علشان يبقى فيها سمك كده وتبقى مظبوطة معاكي. ده كده شكل العجينة بعد ما فردتها. بصوا السمك بتاعها مش كبير ومش صغير، وسط. هجيب بقى الطاسة بتاعتي هنا واكون مسخناها كويس قوي على النار. هحط العيش كده، واول ما يبتدي يتنفخ معايا هقوم قلبها على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبها كده من وقت للتاني لغاية لما يتحمر وشها. وده كده شكل العيش بتاعنا بعد ما بدأ يستوي. اهو خلاص استوى. بصوا مفتوح من جوه وقلبه مستوي ومظبوط معايا مش معجن، وطعمه حلو قوي قوي. اتمنى من كل قلبي تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في التعليقات.
وتعملوا شير لاخواتكم مع اصحابكم على الفيديو بتاعي. وما تنسوش تشتركوا عندي لو مش مشتركين في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله.